ده كلام ربنا قاله مش من عندي. ليكن كل شيء بلياقه وحسب الترتيب. واخدين بالكم؟ طيب النظام ده يا عم سامي شرط اساسي للنجاح؟ طب اكيد، اذا اكيد ده شرط اساسي للنجاح اي حاجه. ده انت وانت بتذاكر لو مش منظم هتسقط. ده لو انت بتلعب كوره لو مش منظم انت وفريقك هتفشل. يبقى النظام ده شرط اساسي للنجاح. اذا كان النظام على الطبع الالهي اللي هو طبع بيه ربنا شرط اساسي لنجاح كافه الاعمال، طب امال الكنيسه بقى؟ ما بالكم الكنيسه؟ اذا كان انا في حياتي النظام سر نجاحي، امال الكنيسه تبقى ايه؟ الكنيسه تبقى ايه؟ الكنيسه لازم تكون منظمه ولازم يكون فيها مفاهيم. مفاهيم ايه بقى؟ مفاهيم ومعاني عميقه للطقوس الكنسيه. مش محطوطه كده. ده كل طقس ليه معنى جامد جدا لازم اعيش فيه واحيا فيه. من هنا؟ طقوس كنسيه. طيب الطقوس، شوف بقى المفاهيم والمعاني العميقه بقى للطقوس ايه؟ الطقوس هي ممارسات خارجيه تعبر عن العقائد الايمانيه. ده ليزر ولا تحويل؟ ده الليزر ماشي. الطقوس هي الممارسات خارجيه بتعبر عن العقائد الايمانيه الداخليه. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ الطقوس ممارسات خارجيه يعني الطقس بتاعي ده حاجه انا بعملها بتعبر عن عقيدتي. طب زي ايه؟ زي ايه؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. انت بترشم الصليب ليه؟ بترشم الصليب ليه؟ لان ايماني بالمصلوب، لان الصليب فيه قوه. يبقى انا بعمل علامه بتدل على اللي جوه، على ايماني بالصليب. هو ايماني، هو رجائي، هو خلاصي، هو قوتي، هو نصرتي. يبقى الصليب هنا. انتوا واقفين كلكم اتجاه ايه؟ الشرق. طب ليه اتجاه الشرق؟ لان السيد المسيح لما يجي في المجيء الثاني يجي من المشارق، فانا واقف مستنيه عشان لما يجي تلاقيني بصلي. الله، يبقى الطقس اللي انا عملته اللي هو الاتجاه للشرق ليه معنى عميق جوه ايماني، هو رجائي وانتظاري بالمخلص ان هيجي من المشارق. يبقى مش مع اعتباطا، يبقى ما اقفش في اي حته، يبقى ما اقفش غرب، ما اقفش شمال ولا اي حته. يبقى نقف في اتجاه للشرق عشان انا عندي ايمان وعندي يقين ان المسيح سياتي من المشارق. دي ايه في الانجيل، ده مش اختراع. ده مش اختراع، وده هيبان فيما بعد واحنا جايين عن المصادر بتاعه الطقوس. الطقوس هي تعبيرات ظاهريه بتعبر عن الانفعالات النفسيه الداخليه. انا منفعل من جوه، عندي احساس بالخشوع والخضوع لربنا وهو معامل مطانيه. يعني الاحساس الداخلي بيخليني اعمل حاجه ظاهريه. احساسي بمخافه ربنا ومهابه ربنا هو ما اعمل مطانيه. يبقى اذا علامه المطانيه والسجود في الكنيسه ده نابع من جوايا، من عندي، من جوه، عشان انا اصلا عندي مهابه لربنا. اروح عند القديسين والشهداء واعمل تمجيد. انت بتعمل تمجيد ليه يا عم؟ ما احنا كلنا اولاد 9، احنا كلنا اولاد ربنا. لا، ده في احترام وفي ايمان من جوه ان الراجل ده سفك دمه من اجل اسم المسيح، فانا بهابه وبحترمه وبعمل له تمجيد ووقار وقبل اجسادهم. ان الانفعالات النفسيه الداخليه لابد ان تتمثل في سلوك ظاهري خارجي هو الذي نسميه الطقس. هي الحركات اللي انت عملتها هي دي تعبيرا عن اللي ما بداخلك من جوه. طيب نمره 3، الطقوس ممارسات خارجيه بتنقل الاثر الروحي الى النفس الداخليه عن طريق الحواس. طب انا دخلت الكنيسه كده وببص لقيت المسيح مصلوب والدم نازل من ايديه ومن رجليه. باسبوع الالام هتلاقي الكنيسه كلها متشحه بالسواد والمسيح مصلوب. بتاثر من جوه، بفتكر ان انا السبب في صلب المسيح، خطيتي هي السبب. لا، ده انا لازم ارجع ليك يا رب تاني واقدم توبه وارجع لك احسن من الاول، لان بسبب انا وبسبب خطيتي سببت لك الالام دي كلها.
يبقى المنظر اللي انا بشوفه بيأثر فيا من جوه، المنظر الخارجي اللي بشوفه في الكنيسه بيأثر فيا. انت لو نزلت الكنيسه دلوقتي تلاقي كلها ايه؟ ابيض، فرحان، فرح، الدف بيضرب، الالحان فريحي، الكنيسه بتزغرط. دي قيامه، قيامه. عمري من جوه ايه اللي يجرى لي؟ افرح مع المسيح بالقيامه، افرح بافراح القيامه، افرح بكريستوس انستي. نمشي في الشارع نقول لبعض المسيح قام بالحق، فرحان. الفرح اللي جالي من جوه نتيجه المناظر اللي شفتها في طقس الكنيسه. نقلب 4 طقوس هي احياء لمناسبات معينه ناخذ خلالها نفس العطايا الممنوحه في المناسبات الاصليه. يعني لما بعمل طقس الافخارستيه أنا بقلد السيد المسيح في اللي عمله. طب السيد المسيح اداهم إيه؟ اداهم جسده ودمه. أنا لما بعمل الطقس باخد نفس العطية الإلهية اللي اداها المسيح، خلي بالك. باخد نفس النعمة اللي اداها السيد المسيح. يبقى السيد المسيح زي ما ادى للتلميذ جسد ودمه، أنا بعمل الطقس اللي عمله السيد المسيح هنا على المذبح، وباخد نفس العطايا اللي اداها السيد المسيح. ده في خميس العهد الكلام ده كله. مصادر بقى الطقوس بقى اللي هو الموضوع اللي كلفني بيه الاستاذ مجدي. مصادر الطقوس دي عشان بس ما فيش حد يقول لنا الكلام ده جاي من بره اختراعات او الكنيسه بتخترع لنا حاجات، لا، دي مصادر الطقوس اللي احنا فيها. كل ما هو يخص الكنيسه من عباده وطقوس وليتورجيه كله ده جاي منين؟ اقرا معايا. منين؟ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. قولا واحدا، مفيش حركه، مفيش كلمه، مفيش اي تعبير موجود بتشوفوه الا ما جاي من الكتاب المقدس، سواء كان عهد قديم او عهد جديد. مش بس الكتاب المقدس قال كل حاجه، لكن في تقليد مقدس رسولي اللي هم الاباء الرسل، وفي اباء الكنيسه الاولين. اباء الرسل والتلاميذ المسيح قال لهم اعملوا كل اللي هتشوفوه فيا بعمله، قلدوه، اعملوه لاولادكم، اعملوه للاجيال الجايه. استلموا من المسيح بنفسه، وهم سلموه للاباء الرسل اللي بعدهم، وهم يسلموا للي بعدهم لغايه لما وصل لعندنا هذا. حد يقدر يغير؟ محدش يقدر يغير الا بمجمع كنسي او مجمع مسكوني. مجمع محلي لا، مجمع كنسي على مستوى الكرازه نقدر نغير، مش نغير نضيف، لكن نغير لا، نشيل لا. فكل الطقس جاي من الكتاب المقدس اللي هو الاباء الرسل اخذينه من الكتاب المقدس. قوانين الكنيسه المعتمده زي ايه؟ مجمع نيقيا، مجمع افسس، مجمع قسطنطينيه، كل المجامع دي طلعت قوانين كتير احنا ماشيين بيها لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي بال20 قانون وال15 قانون وال17 قانون وال30 قانون. مجمع نيقيا، مجمع افسس، مجمع قسطنطينيه بيطلعوا القوانين. وعندنا خلاف حاليا في مجمع نيقيا حاليا على عيد ايه؟ عيد القيامه. مجمع نيقيا على عيد القيامه بعد الفصح اليهودي. اي تعديل واي حاجه يحرم ويقطع من الكنيسه، ممنوع اي حد يعدل في الميعاد ده. بعد الفصح اليهودي عيد القيامه على طول. هتقول لي بقى نوحد اعياد ما نوحدش اعياد؟ ما ينفعش. اللي عايز يوحد يجي معانا، لكن احنا نروح معاه لا. لان مجمع نيقيا قالها صراحه يقطع ويحرم منين؟ من الكنيسه. خلاص موضوع منهي. انا خلي بالكم مفيش حد يقدر يلغي قانون كنسي مهما كان. ممكن تضيف اضافه زي الاضافه بتاعت ايه؟ اوشيه المسافرين. عندنا في البحر والانهار والطرق المسلوكه ضافوا عليها كلمه ايه؟ الجو، عشان ما كانش في طيران زمان، لكن ضافوا. لكن يشيلوا حاجه لا، ما حدش يقدر يحذف اي حاجه منها. قوانين اباء الرسل وتعليمهم من الدسكوليه. الدسكوليه اللي الرسل عملوها مكتوب فيها 127 قانون، ده اللي هي طقس الكنيسه كله. اباء الرسل 127 قانون، الدسكوليه 39 فصل. اباء الرسل عملوا 127 قانون، والدسكوليه اللي كاتبينها الرسل، اللي اباء الرسل كاتبينها، عاملين 39 فصل بتتكلم عن طقس الكنيسه. قوانين المجامع المسكونيه، قوانين المجامع المكانيه، قوانين اباء كنيسه اسكندريه.
قوانين المجامع المسكونيه دي مجامع على مستوى المسكونه كلها، طلعت قانون ماشيين بيه طقس معتمد، واخدينه منين؟ مصدره كله بيشتغل على الكتاب المقدس. قوانين المجامع المكانيه دي مجامع بتبقى ايه؟ عباره عن ابرشيات متحده معانا، كل ده قبل مجمع خلقدونيا. كانوا الكنائس زي السريانيه زي الارمنيه زي انطاكيا، كل دي مجامعها معتبره عندنا. حتى الكنائس بتاعه الروم قبل مجمع خلقدونيا كنا هناخد بيها، لكن بعد مجمع خلقدونيا احنا انفصلنا عن بعض سنه 451. قوانين اباء كنيسه اسكندريه، بابا اثناسيوس القوانين نطبقها، البابا ديسقورس نطبقها، البابا تودروس طلع قانون بالمجمع المقدس بتاعنا اضافه وليس حذف، اضافه وليس في تغيير، نطبقه. لو البابا المجمع المقدس قال على اي حاجه نعملها ونمشي بيها في طقس الكنيسه بتاعتنا. طيب انت عمال يا حاج سامي تقول لنا الكتاب المقدس كده، ما تورينا كده الكتاب المقدس يا دكتور باشمهندس، ورينا كده الكتاب المقدس فيه طقوس ولا هي اختراع؟ نشوف كده الكتاب المقدس فيه طقوس ولا لا مع بعض عشان وقتكم. الطقوس في العهد القديم في ذبيحه سمعتوا عنها اسمها هابيل وقابيل، ذبيحه هابيل وقابيل. معلش هو الكلام ممكن يكون اتكتب بسرعه فتلاقوا فيه حروف كتير طايره. هابيل وقابيل، الذبيحه ديت كلها اللي اتقدمت هو ده المنظر ده فعلا بتاعهم. نيجي نبص، طب ربنا رفض ليه ذبيحه قايين يا اولاد؟ ربنا رفضها ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ عارفين رفضها ليه؟ لانه قايل انا عايز ذبائح دمويه تبقى حيوانيه. ايوه هو قدم له شويه زرع. انت كنت معاه؟ لا هو صح كلامك 100%، بس احنا عايزين نربط الموضوع بتاعنا يبقى عشان الطقس كان ايه؟ برافو عليك، نربط كلامنا عشان يبقى في ايه؟ نتكلم من خلال موضوعنا. قدم طقس غلط فرفضت ايه؟ الذبيحه، لكن هابيل قدم طقس ايه؟ صح، ذبيحه دمويه فاتقبلت، والتاني قدم ذبيحه نباتيه شويه نباتات. طب انت عارف يا قايين ان الذبيحه لازم تبقى دمويه، لكن هو ما رضاش وعمل دماغه، فكر بقى انا هقدم شويه فاكهه حلوين لربنا. هو ربنا ده اله صنم مش تقدم له شويه فاكهه ولا تقدم له حاجات، ده ربنا بيدينا تدريب عملي للذبائح الحقيقيه اللي هتيجي عشان يدرب الشعب عليها. مذبح نوح بعد الطوفان، بعد ما ربنا هلك الكون كله والمسكونه كلها، نوح قدم ذبيحه ربنا اشتم رائحتها وتنسم الرضا على شعبه. مذبح ابراهيم واسحاق ويعقوب قدموا ذبايح. طب الذبائح دي جايبينها منين؟ تعليم الهي من ربنا ازاي يعمل الذبيحه وازاي يقدمها عشان يقدر يغفر له خطيته ويتجدد. بس خطيه ادم لا، يعني يسمح له ان هو يقدر يخش معاه في خيمه الاجتماع ويخش بعد كده هو في ذبائح يقدموها عشان تترفع الخطيه بتاعتهم لغايه لما يجي الفادي الحقيقي يغفر لهم الخطايا الجديه. موسى النبي كلم ربنا. بص بقى هنا قوه الطقس، بص بقى مصادر الطقس. بص قال له يا موسى، قال له نعم يا رب. قال له اعمل لي خيمه الاجتماع، قال له عينيا يا رب حاضر. قال له طب انت هتعرف تعملها؟ قال له امرني. قال له انت تجيب واحد اسمه بصلائيل ويجي معاك، ده فنان، ده نجار بارع وفنان، خليه يعمل مذبح المحرقه ومذبح البخور ومناره والمائده الذهبيه وايه تاني، والمناره الذهبيه ومائده خبز الوجوه والمرحضه والعمدان 60 عمود من هنا و60 عمود من هنا والفواصل والستاير والبرائع ايه ده يا رب؟ هو لازم الحاجات دي كلها؟ لا ناقص انت يا رب يا ده انا لازم السماوات وخلاص. لا، لازم الحاجات دي كلها عشان الحاجات دي بتقربك من ربنا وبتعيشك في معاني جميله في الصلاه. هو لازم المرحضه عشان تتطهر، عشان تعلم نفسك ازاي تبقى طاهر ونظيف وانت داخل الكنيسه. لازم مسبح البخور، لازم مسبح المحرقه، كل الحاجات ديت انا بسمعها منك في صلاتك وبقبلها.
طب ما اعيش كده، لا ما ينفعش، فخلاه يعمل خيمه الاجتماع. طيب ده انا هارون وسبت لاوي الكهنوت، طب ما كان اي حد يبقى كاهن يا رب وريح دماغنا، جعلنا ملوك وكهنه. لا، انا هجيب سبت لاوي بس، هو ده اللي يخرج منه ايه؟ كهنه من عند هارون. واللاوي ده بيبقى الشماس غير الكاهن. الكاهن كاهن، واللاوي اللي هو الشماس في العهد القديم. طب يا شباب، ينفع اي حد يقدر يتبرع ويعمل الحاجات دي لوحده؟ عندنا مثالين: كورح، دسان، ابيرام، عملوا نفسهم بقى بهوات وجابوا الشرية وجابوا البخور وقال لك احنا زي الكهنه دول، انا اخش واقدم بخور. ايه اللي حصل لهم؟ ايه اللي حصل لهم؟ لو انت عملت نفس كاهن هيجرى لك اللي هيجرى لهم. ايه اللي حصل لهم؟ اتفتحت الارض يا استاذ عاطف وبلعتهم. واحد تاني اسمه ايه؟ عزية. مش بورس، لا، عزية الملك ده ابن أمصية الملك. عزية الملك ده عايز اقول لكم عمل في مملكته في اورشليم عمايل في منتهى الجمال، جبار بس. عمل حروب وانتصر بيها، نظم شعب ونظم جيش، وكان حته راجل في منتهى الجمال. بس اتغر في نفسه في الاخر وتجرأ على مسبح البخور ودخل يقدم بخور. راح جاله الكهنه قالوا له بقول لك ايه يا سعاده الملك، اللي انت بتعمله ده غلط، ما يرضيش ربنا وربنا غضبان عليك. قام اصيب بايه؟ بالبرص، مرض لما بيجي لحد بيبقى نجس بيطلعوه بره خارج المدينه ويرموه، وما ينفعش يبقى ملك تاني عشان تجرأ وتعدى على الطقس اللي احنا ساعات بنستهان بيه ونقول يا عم الصداع اللي انتوا عاملينه ده ما تخلصونا من الفيلم اللي انتوا فيه ده. شمامسه لابسين ابيض وبدرشين احمر، وابونا لابس لي برنس وقلنسوه ومش عارف وايه، ورهبان لابسين. كل ده امر الهي. ملابس الكهنوت في العهد القديم امر الهي. ربنا قال تفصل كذا وتعمل كذا، مش من عندنا، مش من دماغنا. موسى والذبائح وانواع الاعياد كلها، موسى النبي كان بيعمل ذبائح، ذبيحه سلام وذبيحه خطيه وذبيحه الاسم وذبيحه محرقه. كل الذبائح دي كلها كان لها معاني، امر الهي. الاعياد ربنا امرنا بيها، وكان السيد المسيح نفسه هنشوف اللي جاي كان بيحتفل بالاعياد بنفسه. حتى داوود النبي خلى ابنه سليمان لما جه بعده هو اللي بنى ايه؟ بنى هيكل سليمان. هيكل سليمان بكل تفاصيله السيد المسيح له كل المجد هو اللي قال لسليمان عليه ابنيه، مش احنا، مش من دماغنا. عشان كده كنيستنا اخذه من الرسل ازاي تتبنى. وهنشوف برضه اللي جاي السيد المسيح والطقوس. في علاقه بين السيد المسيح والطقوس؟ طب هو كان بيمارس الطقس ولا بيأمرنا بس؟ يا رب بيمارس الطقس ولا بيأمرنا؟ مارسه بنفسه. طب ازاي؟ الختان 8 ايام ودخل يختتن. طب كان ممكن يقول لك ما فيش حاجه اسمها شريعه الختان ولا نظام الختان ولا طقس الختان. يا عم كبر دماغك، ده دخل بنفسه بعد 8 ايام مختتن. شريعه التطهير دخلت امه يوسف النجار يقدموا عنه فرخي يمام في ال40 يوم في الهيكل ويعمل شريعه التطهير عشان تقدر تخش الهيكل بعد كده. كان يذهب لاورشليم في الاعياد السيد المسيح يحتفل بالعيد، كان يذهب للهيكل كل سبت ويعلم. الله، طب انت بتروح الهيكل ليه؟ ما تلغي موضوع طقس الهيكل ده وخليك في الجو بره ولا اي حته خلا يا رب. لا، في نظام انا عامله في ترتيب. أسس الكثير في طقوس كنيسة العهد الجديد. السيد المسيح أسس لنا إيه؟ وهو على الأرض. مش هو اللي عمل سر المعمودية واعتمد من يوحنا المعمدان؟ من اللي يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات؟ مش هو اللي سر الاعتراف وعمله لنا؟ مش هو اللي قال للتلاميذ كل ما تحلون على الأرض كل محلول في السماوات؟ وكل ما تربطون على الأرض كل مربوط في السماوات؟ وعمل لنا سر الاعتراف؟ وكان يقول للناس اجي اري منها نفسك الكاهن بعد ما بيعملوا المعجزه. سر الكهنوت اسسه السيد المسيح
هو اللي عمل لنا سر الكهنوت وعمل لنا سر الافخارستيه وعلمهم ازاي يكسروا الخبز ويناولوا الشعب بتاعهم. كل ده اللي عمله لنا السيد المسيح. سلطه كنيسه العهد الجديد في وضع الطقوس. العهد الجديد اللي احنا فيه حاليا السيد المسيح ادى التلاميذ، خص التلاميذ والرسل وخلفائهم هم اللي يوضعوا الطقوس، ياخدوهم من الكتاب المقدس وينفذوا، او الروح القدس يفكرهم باللي عمله السيد المسيح والاحداث اللي حصلت وينفذوا ويخلوا شعبهم ينفذ الكلام دي. قال لهم كان ارسلني الاب ارسلكم انا، زي ما ربنا سمح ان انا اكون موجود في وسطكم. طبعا هو في الاب واحد، او الاب بيكلم الابن او الابن بيكلم الاب، انا ارسلكم ايضا. من سمع منكم فقد سمع مني. اللي يسمع كلامكم ويسمع ارشادكم في الطقوس اكني سمع مني انا. اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. عارفين اوصيتكم به ده ايه؟ ده الطقس اللي احنا عايشين فيه. كل ما تربطون على الارض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء. سلطان كهنوت. وحذر كل من يخالفهم بالفرز من الكنيسه، وقال لهم اللي ما يسمعش للكنيسه يكون عندكم زي الوثني وايه؟ والعشار. يبقى اذا انا محتاج حد يفكرني، محتاج حد يوعيني، محتاج حد يا استاذ يرشدني. يبقى انا محتاج الروح القدس اللي هو السيد المسيح قال لك انا هبعت لكم الروح القدس المعزي، هو اللي يفكركم ويذكركم بكل ما قلت لكم. الاباء الرسل عملوا كتير من الطقس وتشريعات كنسيه كتير جدا. واول مجمع كان مجمع اورشليم، قالوا كده في مجمع اورشليم، قال لك وضع الاباء الرسل شريعه، قال لك ممنوع حد ياكل دم ومخنوق. ده تعليمات مجمع اورشليم. دم المخنوق ده اللي هو حاجه الميته تاخدها وتطبخ بدمها، تكون ميته بدمها لازم تتذبح، لان كان الحاجات دي بتتعمل للاوثان، فممنوع. ده قرار مجمع، ده طقس واحنا ماشيين فيه لغايه النهارده. اقام الاباء الرسل شمامسه. شفت انت اعمال الرسل لما انتخبوا 7 شمامسه، جايه منين ال7 شمامسه دي؟ ده طقس. احنا عندنا بننتخب شمامسه وبنرشم شمامسه ورتب شمامسه، اخدينها منهم، ما جبناش حاجه من دماغنا، ما بنألفش. اختيار الرعاه في الكنائس موجوده. تيموثاوس الاولى تقرا ازاي الاسقف يجب ان يكون ايه او عليه ايه عشان يبقى اسقف. ترتيبات خاصه بسر الافخارستيه، هتلاقي اصحاح كامل في رساله في كورنثوس الاولى، اصحاح كامل عن الافخارستيه وعن التناول. من ياكل جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه ولا حياه ابديه. كل ده اتعلمناه من الاباء الرسل. ترتيبات خاصه بسر الزواج في افسس، ليكن الزواج مكرما ومضجع ايه؟ غير نجس. كل دي تعليمات يا جماعه، بس خلي بالكم، هو هتفكر ان هو لما يجي يكتب هيكتب زي ما احنا بنعمل في السر كده، لا، ده هو بيدينا العنوان واحنا عن طريق التقليد اللي هنشوفه في المرحله الجايه بناخد الحاجات دي كلها وبنبدا ايه؟ نفسرها حسب ما الكتاب المقدس بيقول. وضع نظام احكام والقضاء بين المؤمنين، ودي في كورنثوس الصح 6. لو في مشاكل اسريه، في مشاكل خلاف ورثي، في مشاكل بين الوالدين، الحاجات دي كلها الكنيسه وضعتها لنا ونبهتها لنا. الاباء الرسل سلموا الكنيسه الطقوس التي وضعوها وتسلموها. شوفوا بقى، الاباء الرسل ما سابوناش كده، راحوا للخلفاء بتوعهم وادوهم بقى نصايح، والخلفاء بتوعهم ادوا للي بعدهم لغايه لما وصلت للبابا تودروس. ماشيه كده من السيد المسيح للبابا تودروس، من مرقس للبابا تودروس، من الاباء الرسل من التلاميذ والرسل مرقس للبابا تودروس، ماشيه كده ما وقفتش. ايه هو الكلام اللي اتقال لنا بقى؟ لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا. ده بولس الرسول، تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، يعني اخذ طقوس وادهنا. واما الامور الباقيه فعندما اجي وارتبها لكم. ايه هو ده؟ ترتب ايه؟ ارتب لكم نظام الطقس، ارتب لكم سيف الزيت هيتعمل ازاي، ارتب لكم المعموديه هتتعمل ازاي، ارتب لكم القداس يتعمل ازاي،
هديكم النقط الاساسيه بس لما اجي اظبطها لكم. مفيش حاجه من دماغنا يا شباب، كل حاجه لها مصادر. وما تسلمتموه ورأيتموه فيا فهذا ايه؟ افعلوه. اللي شفتوه اعمله زي سيدنا الانبياء كده، يقول للاباء زي ما انتم بتشوفوني بشتغل اشتغلوا زيي واعملوا نفس النظام بتاعنا. ماشيه لغايه دلوقتي. من اجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل الامور الناقصه. ده تيتوس. بولس الرسول بيقول لتلميذه انا سبتك في بلد اسمها كريت عشان تكمل الامور الناقصه. ايه هي الامور الناقصه؟ طقس العباده السليمه، طرق العباده، ازاي ابني كنيسه، ازاي اعمل هيكل، ازاي البس الكهنه، ازاي البس الشمامسه. كل اللي انتم شايفينه ده من طقوس دي بولس الرسول قالها لتلميذه تيتوس. من اجل هذا تركتك في كريت تكمل الامور الناقصه. تيموثاوس يقول تمسك بصوره الكلام الصحيح الذي سمعته مني. الكلام الصحيح الذي سمعته مني. هو انت عندك كلام يا بولس الرسول غير الانجيل؟ حاجات اخدتها من المسيح لما كان قعد 40 يوم قبل الصعود. علمنا حاجات كتير جدا وعلم التلاميذ حاجات كتير جدا. ما ينفعش الكتاب، لازم تسمعوه الكلام دوت. وما سمعت مني بشر كثيرين اودعه اناس امناء يكونوا ايه؟ اكفاء ولا اكفاء؟ اكفاء، عشان اكفاء يعني عمي، جمع عمي. يكون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. اللي سمعته مني ادي الناس امنا تكملوا عشان خاطر ايه؟ نقدر نفيد الكنيسه كلها. فاثبتوا يا الاخوه وتمسكوا بالتقاليد التي تعلموا. هو في تقليد؟ اهي آية. فاثبتوا يا الاخوه وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها سواء بالكلام او برسالتنا. ده غير الانجيل. ده بياخدوا من تعليم المسيح اللي اتعلموه منه هو وموجودين معاه وعايشين معاه. او الروح القدس بيرشد وبيفكرهم بحاجات كان المسيح عملها فبيعملوها زي ما المسيح عملها. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن نتمسك بها لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. لم نسلك لأننا لم نسلك بلا إيه؟ ترتيب بينكم. ده الطقس يا شباب. من غير طقس يبقى الكنيسة بقت هرجلة. من غير نظام ما تبقاش كنيسة. من غير نظام مش هتبقى كنيسة. يبقى عبارة عن مجموعة قاعدة في مكان بنقضي وقت لطيف وتنتنا بنروح. فلا بد من ان احنا نحترم الطقس، لابد ان احنا نمارس العبادة بفكر وحسب الحدث اللي موجود نعيش فيه. اذا كان فريح، اذا كان حزين، اذا كان شعانين، اذا كان قداس، اذا كان سر اعتراف، اذا كل ده نمارسه بخشوع واتضاع، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتمسك بالكلام الصحيح اللي احنا اخذناه من الاباء الرسل علشان نحيا مع المسيح. شكرا للإطالة، وربنا يفرح قلوبكم، ودايما تكونوا موجودين في الكنيسة وموجودين في وسطنا، ونفرح بيكم كخدام في المستقبل إن شاء الله تفرحوا كنيستكم.